بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 26 رجب، كل سنة وانتم طيبين بقى، الإسراء والمعراج، كل عام وانتم بخير بقى، ونبدأ بقى شهر رمضان جاي على أبواب إن شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. نتكلم معاكم النهاردة يا جماعة تجربتي الشخصية الجديدة في صيام المية. أنا كل شهر كنت قبل كده بعمل أسبوعين أول السنة، أو في نص السنة، أو في آخر السنة، أو أسبوع صيام المية. في دلوقتي بعمل كل شهر 5 أيام، النهاردة اليوم الخامس. كل شهر بعمل 5 أيام، زي ما انتم شايفين اهون. جسم الواحد اللهم صل على النبي، رشاقة، نشاط، حيوية، شباب. بحس الواحد بيصغر، بحس الواحد بفضل الله سبحانه وتعالى طاقة 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 يا جماعة. طبعا في ناس بتبعت تقول له احنا بنعمل عشان بنتعب. واحد يا جماعة اللي يعمل الموضوع ده، قلت 100 مرة، لازم استشارة طبيب، ولازم يحلل، لازم يكون في نقص فيتامين د او ب12، او عندك الغده الدرقيه او الحديد، او يعني في حاجه تكون في جسمك، فلازم استشاره طبيب. الموضوع ده بيشفي جميع الامراض، بس طبعا مع الطبيب. طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى يا جماعه، كنت انا الانسان المصري الوحيد في العالم اللي عرفت الموضوع ده اكتر من 25 سنه، ومجربه بقى 19 سنه. الشهر الجاي شهر 3 20 سنه بفضل الله، خالي من جميع الامراض. والانسان الوحيد في العالم اللي انا رحت لوزاره الصحه الالمانيه هنا في المانيا، قلت لهم انا خالي من جميع الامراض، يعني التأمين الصحي ده أنا مش محتاجه. فقالوا لي لا، إجباري في ألمانيا، فعملوا له طلب اسمه بلايبنج جوزوند، وعملوا له طلب وشكروني، والصحافة الألمانية يعمل معايا لقاء. لأن الإنسان أنت أو أنت مش محتاج دواء ولا دكتور. أنت المفروض والله العظيم يا جماعة تبقى بصحتك جيدة من غير دواء. وأنا هتكلم دلوقتي على التيك توك، يعني لو الفيديو اللي شفتوه ممكن تخش، هعمل لايف حالا دلوقتي على التيك توك برضه باسم حاتم مازال. بتكلم يا جماعه في، انا بقول محتوى صانع، محتوى نفسي انساني. هدفي الانسان يبقى مبسوط وسعيد. يا جماعه الاكل مشكله. الاكل، انا 5 ايام ما باكلش، بشرب ميه الصبح بس، بعمل حاجه جديده، بحط معلقه عسل نحل، تمام، ونص ليمونه على نص لتر الميه. دي ماشي بقى على طول، حتى في صيام الميه او صيام المشروبات، وماشي وهمشي من بكره كمان بعمل الصيام المتقطع. يعني في الشهر كله بعمل صيام متقطع مع الصيام الشرعي مع صيام الميه، 3 مع بعض في واحد. باجي يوم الاثنين والخميس، بصوم الاثنين والخميس الحمد لله، بفطر ميه لما اكون انا عامل صيام الميه. اما الصيام المتقطع 8 ساعات و16 ساعه ما باكلش، بشرب ميه. وعشان كده يا جماعه انا بتكلم، انت هتفضل شباب، هتفضل شباب على طول. عبد الله قدامكم 59 سنه، وشباب وشباب شباب الحمد لله، كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن الناس بقى اللي بعتوا لي حاتم انا بتعب، انا مش بتعب يا جماعه. اهم حاجه الحاله النفسيه، انت يبقى عندك استعداد نفسي، تمام، وحاطط الموضوع في دماغك، ومؤمن بيه ومعتقد بيه، اللي انت هتبقى خالي من جميع الامراض. الموضوع ده مش يا جماعه، مش عايز اخس، انا حاتم عامله مش عايز اخس. انا بقى عامل صيام الميه عشان انضف السموم اللي في جسمي والفضلات. انا مش هتصدقوا، يوميا كنت بخش الحمام، يوميا بخش الحمام بعمل فضلات وانا ما باكلش. حاجه غريبه، لان انا بعمل حاجه بالليل قبل ما انام، بعمل معلقه زيت زيتون، وبحس ان انا يا جماعه بنام 5 ساعات 6 ساعات في اليوم اقصى حاجه. وكمان بعمل حاجه حلوه كمان، ان شاء الله الجو بكره في المانيا حلو، بعمل لايف على التيك توك، بجري حافي في هامبورج ساعه ساعه ونص، حافي القدمين على الزلط وعلى الطوب وعلى الرمل. فكره بقى دلوقتي كام اسبوع بعملها، محدش عملها. حكم انا بحب اعمل حاجات كده محدش بيعملها. يعني عملت صيام الميه، ما كانش حد بيعمل الموضوع ده. رحت لوزاره الصحه وقلت لهم ما حدش يروح، ما فيش حد طبيعي. الحمد لله. فالمهم يا جماعه، صحتك، الصحه يا جماعه، الصحه. اي حد عايز يسال هيخش على التيك توك، هعمل لايف دلوقتي، تمام. اشتركوا يا جماعه في القناه، والله العظيم هفيدكم. وانا في نيتي باذن الله، وهثبت للعالم كله، الاول اثبت لنفسي اللي انا هعيش بصحه جيده ومستمتع وسعيد في حياتي، وهموت بصحه جيده ومستمتع برضه. الواحد يموت بصحه، ما يموتش وهو تعبان، ما يموتش وهو باخد ادويه. ودي عايز اوصلها للناس، انت نام بدري واصحى بدري. ربنا لو جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. نام بدري يا جماعه، ناموا اقصى حاجه الساعه 11، تصحى الساعه 4 الفجر، لان هرمون الميلاتونين بيشتغل. هرمون الميلاتونين هرمون السعاده، وشرب الميه، الرياضه وقيام الليل والصلاه في وقتها، تحس ان انت يعني مستمتع. انا كنت عامل امبارح محتوى برضه حلو، كنت بتكلم على التيك توك، بقول انت عن النفس المطمئنه، وبقول عن النظره النفسيه
الشاملة أو النظرة النفسية الطيبة. فلذلك الإنسان أنت تبقى من جوه على نفسك. النفس يا جماعة، ما النفس، ما أنت نفس، أنت نفس مش ذات. الذات بره، أما الفرق بين الذات والنفس، النفس روح، تمام؟ أنت روح، قلب، مشاعر، أحاسيس، فكل كلام على الداخل. فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله، كله بفضل الله، خالي من جميع الأمراض، نشاط، حيوية، 59 سنة وحاسس عن 30 سنة، الحمد لله رب العالمين. وده أنا بوريك أهو، الجسم مفيش دهون خالص، محيط وسطي، محيط وسطي أقل من 80، يعني السيدات المفروض المثالي 80، أنا أقل من 80 الحمد لله. وزن النهارده 73، وزني 73، تمام؟ طبعا انا ما وزنتش نفسي من فتره، بقى بوزن نفسي قد ايه، خسيت قد ايه مش في دماغي، بس وزني ثابت، يعني ما بطلعش على 75، طولي 182 الحمد لله. مفيش دهون. الاكل يا جماعه، الدهون لما بتيجي على الكشف ده بتدمر حاجه. في حاجه مهمه كمان يا جماعه، لو انت سامعني اول مره، حلل B12 فيتامين د. فيتامين د انا سمعت محاضره هنا في المانيا يا جماعه، فيتامين د نقصه بيجيب سرطان، بيجيب الضغط، بيجيب السكر، بيجيب كوليسترول، جميع الامراض في جسم الانسان نقص فيتامين د. فيا ريت اللي سامعني لو اول مره، دي رجائي، روح حلل شوف فيتامين د B12 والغده الدرقيه. في المانيا اسمها شولد دروزي، شولد دروزي، الغده الدرقيه، سواء الرجال او السيدات يا جماعه. يا ريت تحللوا، حللوا يا جماعه، حللوا تحليلوا، دي نداء ورجاء للي سمعني. فيتامين د يا جماعه مصيبه وكارثه، نقص فيتامين د. اترككم في رعايه الله. خشوا لي على التيك توك بقى لو عندكم وقت، هصور دلوقتي حالا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.